ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل لكم فيديو خطير جدا جدا جدا، هنعوزه في حاجات كتير وهعمل لكم برضو منه فيديوهات كتير. ازاي دلوقتي نعرف نخلي الفرخة من العظم؟ الكل اللي ما بيتعلمش او مش عارف يتعلم ازاي نخلي الفرخة من العظم، يا ريت ويعني مطلوب منه انه يتفرج بس على الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة عشان يقدر ان هو يجيد ازاي يعرف يخلي الفرخة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين الفرخة بتاعتنا اهي بالشكل ده، متنضفة ومتظبطة ومتنشفة بالمناديل كده وزي الفل قدام مننا. وهنعوز معانا سكينة تكون سنها رفيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل لكم كمان بعد الخلي ازاي نعمل منها بقى فراخ مشوية مخليه من العظم مشويه على النار، هعمل لكم برده، وهعمل لكم منها كمان ازاي نقدر نحشي فرخه بالكبد والقوانص كده، وصفه حلوه كده بالفراخ المخليه من العظم. هنقول دلوقتي، مش عايزه اضيع عليكم الفيديو. ادي الفرخه اهي معايا كيلو ونص، عشان طبعا لو احنا هنشويها على النار وهي مخليه من العظم هتبقى محببه انها تكون كيلو ونص، كيلو 600 بالكتير قوي. وزي ما انتم شايفينها بالشكل الجميل ده، هنبتدي ايه نقطع الجزء ده بس اهو من الجناح. طبعا الجزء الرفيع ده بنقطعه ونرميه تماما. بنرمي الحاجات دي؟ لا، ما بنرميهاش، بنعمل بيها حتى العظم مش بنرميه، بنعمل منه شوربه، نقدر نعمل بيها اي حاجه احنا عايزينها. ممكن نعمل بيها شويه ملوخيه، لسان عصفور، نحتاجها في اي طبخه عندنا براحتنا خالص. بس قبل اي حاجه عايزه اقول لكم بس ان لازم نفرش اي كيس عندنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده على اللخامه عندنا، عشان خاطر الميكروبات واي حاجه عندنا الطرطه الشمال يمين نبقى مأمنين نفسنا. طب احنا حاطين الكيس بس؟ لا طبعا، حاطين معاها تحت منها زي ما انتم شايفينها كده الجلده دي اللي هي بتاعه تقطيع الفراخ، عشان خاطر تمشي لنا كده برده وما يجيش اي حاجه من شمال او يمين. طب هنعمل ايه؟ قطعنا زي ما انا قلت الجناح وسيبنا دول كده بالشكل ده عشان هنخليهم هما كمان اهو. وهنبتدي نسمي بسم الله. طبعا منشفين الفرخه كويس جدا وغسلينها كويس جدا 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 بالملح والليمون والدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو قفص الصدر بتاعه اهو بالشكل ده اهو. عندي عظمه في النص هنا، العظمه في النص هنا اهي. هنبتدي عندها نقطع، وتكون السكينه عندي حاميه، نيجي في النص كده ونقطع اهو اهو. بصوا قطعنا الفتحه دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا ماشيين على العظمه، العظمه اهي بانت. هنعمل ايه؟ هنفضل ماشيين على العظمه مش على اللحم، على العظم اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. مطلوب منكم زي ما انا قلت نعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه عشان نتعلم ازاي نخلي الفرخه، وبالراحه خالص. اللي مش هيعرف يفهم الوصفه دي ازاي بتتخلي عادي خالص يروح للفرارجي ويطلب منه ان هو يخليها له. بس احنا لو اتعلمنا اهو شايفين اهو بنمشي ورا العظم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اسلك والسكينه عندي تكون حاميه ورفيعه. بص بمشي على العظمه، ما بمشيش على اللحم خالص، على العظمه اهو. شايفين؟ هنا عندي مفصل بتاع الجناح اهو، هنزل بيه. شايفين اهو 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 المفصل. بصوا اتسلك على طول، اول ما فصلته اتسلك. هنزل تاني كده بالمنظر ده اهو على العظم. بصوا العظمه بقت عامله ازاي؟ شايفين؟ العظمه هي من غير اي لحم خالص. وابتدي انزل برضو على العظم كده بالشكل ده اهو، وانزل من هنا برضو على العظم، على العظم كله، على العظم بالسكينه اهو على العظم ماشي. وافصل دي كده اهي. بصوا اول ناحيه بقت بالشكل اللي انتم شايفين. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنشيل بقى الطبق خالص عشان اقدر بس اتحكم واعمل براحتي. هنيجي على زي ما انتم شايفين الورك. هعمل ايه؟ اهو هفرده كده واخش كده على المفصل التاني، المفصل اللي هو في الورك. هوريهولكوا زي فين المفصل اهو. شايفينه اهو. هنخش كده على اللحم من المفصل برضو على العظمه، على العظمه، والناحيه التانيه على العظمه اهو. بصوا العظمه بتاعتي اهي طلعت زي ما انتم شايفين اهو. هعمل ايه؟ اخش من تحت اهو، تحت خالص، اسلك اهو اهو اهو. العظمه هي طلعت اهي. شايفين؟
هنزل. خلي بالكم هنا في عضمايه رفيعه، ناخد بالنا منها جدا عشان سناننا اهي طلعت معايا اهي، شايفينها اهي، دي عضمايه. اخلي بالي وانا بالراحه كده. بصوا بقى كده هننضف العظمه عشان ما يطلعش اي لحم عندي خالص. شايفين العظمه طالعه من الشفيه ازاي اهي. طيب هنطلعها ازاي العظمه دي؟ هنا في مفصل هنعمل كده، بصوا هندوس كده، هنرجع لورا كده وندوس كده. لسه ماسكه فيها اللحم، هنبتدي عادي خالص نسلك تاني اهو اهو. شايفين كل ما هنسلك هتبقى سهله عندي تطلعوه. طيب اهي شايفين اهي، نسلك بس وكل حاجه هتطلع. هاخد العقل اهي، القروشه طلعت اهي اللي هي العظمه دي وسابتني، فاكره ان انا مش هاخد بالي، لا خدت بالي انها طلعت معايا. هبتدي اسلك اهو اهو، ودي القرقوشه اللي فوق زي ما قلنا هنخليها مش هنرميها. طب هنعمل ايه تاني؟ في اللي هو بتاعت الفخذ، عارفين الفخذ هنا دي الدبوسه شلناها، في الفخذ هنعمل ايه؟ هنيجي من نص الفخذ كده اهو، شايفين عملنا ايه؟ فاتح، ننضف منه العظمه اهو. تاني على العظمه، على العظمه مش على اللحم، على العظمه ذات نفسها. بنزل بسن السكينه على العظمه وابتدي اوسع اهو اهو اهو، وابتدي اغرز ايدي كده واسلك، اسلك خالص، وابتدي اطلع العظمه، انزل من تحت اسلك العظمه وبعدين اطلع من فوق اهو اهو. بصوا طلعت معايا ازاي اهي، ادي العظمه اهو بسلك، مفيش اي لحم خالص طلع فيها، عظمايه اهي عظمايه. هعمل ايه تاني؟ هنزل كده من فوق، بصوا من فوق، من فوق اطلع على فوق اهو، طلعت اهي، شايفين طلعت حتى بالقرقوشه بتاعتها اهي، وانزل عظمايه كده. خلينا نص الفرخه. طيب فاضل زي ما انا قلت لكم ده. طب هنطلعه ازاي؟ الدبوسه دي اللي هي من الناحيه دي اللي هي الكتف اهو، هنطلع برضو من النص برضو اهي، من النص بنطلع من النص، نسلك على العظمه، بخش من ناحيه العظمه واطلع كده اهي. شايفين المنظر اهو. هعمل ايه تاني؟ بايدي اهي، ايدي اهي دخلت، مفيش اي حاجه اتقطعت، ما انا مش عايزه اقطع لاني هحتاج الفرخه دي ان انا اشويها او احشيها، ما تبقاش عندي متقطعه او متبهدله. طب اعمل ايه تاني؟ طلعت اهي العظمه اهي برضو مش راضيه اهي، مش راضيه ماسكه. اعمل ايه؟ اسلك، كل لما اسلك الحاجه تطلع، ما بتعافاش على الحاجه، واحده واحده هي هتطلع معايا لوحدها. اسلك بس، اهم حاجه اسلك اهو اهو، اتسلكت طلعت فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، عظمه. بقى النص عندي زي ما انتم شايفين كده. ليه عندي ده فاضي؟ لاني انا هحتاج اهو، طلعت معايا اللي هي الحته الصغيره اللي انتوا عارفينها اللي بتطلع مع البانيه، وهنحطها كده، بقت عندي النص سليم. هبتدي ادق بعد ما انا اسلك خالص الجزئين ده، هبتدي بقى بدق عشان خاطر افرد عندي الفرخه كده ان انا احشيها او اشويها او اعمل اللي انا عايزاه فيها. نبتدي بقى نسلك الناحيه الثانيه. خلصنا ادي الجزء الثاني هيمشي بنفس التسلسل. هاجي على ادي عظمه اهي، هنا في عظمه ثانيه، همشي ورا العظمه اهو، ورا العظمه، مش قلنا ورا اللحم، ورا العظمه على طول اهو. بصوا بتسيب لوحدها. بصوا يا جماعه انا عايزه بس اقول لكم على حاجه وانا لسه بخليها كده اهو. بصوا عايزاكم تشوفوا، بصوا العظمه مفيش لحم، عظم اهو، عظم. ده معناها ان الخلي كويس ماشي صح، لان انا مش عايزه اهدر، عايزه اخد لحمتي كلها على بعضها، ما يكونش فيها الفرخه اللي هي العظمه دي بتاعت الفرخه اللي هي القفص الصدري ما يكونش مليان لحم، ما انا كده برضو ههدر في الخلي عندي. يبقى كده اقول لي بقى بتاع الفراخ احسن لي ان هو يخليها لي بدل ما انا اخسر فيها اللحم بتاعها بالمنظر ده. بصوا عظم صوفي اهو، عظم من غير اي لحوم اهو. نزلت عندي الصدر زي ما انتم شايفينه كامل مكمل. انزل تاني هنا اهو، فصلت الجنح
اهو العظمه هي تحت فصلتها. تاني انزل على تحت اللي هي عند القفص الصدري اهو، القفص الصدري اهو السيليكا والقفص الصدري طلع معايا بالشكل ده اهو. وابتدي عادي بقى اسلكه برضو، انزل بقى من تحت كده واسلكه برضو على العظم اهو. بصوا بالمنظر ده، وابتدي اخلعه عشان افصله بقى عن الفرخه خالص، وانزل كده من تحت اهو، تحت اهو، اشيل كل الزيادات اهو عشان اشيله بقى خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. بنزل من تحت تحت منه وافصل اهو المنظر ده اهو. سلك كل اللحوم اللي فيه. بصوا بيطلع معايا ازاي بالسكينه اهو. قطع كل الحتت اللي هي اهي اهو. بصوا كل ده لحوم، بمشي ورا العظمه على طول، ورا العظمه اهم حاجه ورا العظمه عشان تطلع. بصوا طلعت اهي كل دي عظمه. وانزل بقى من تحت كده اهو اهو. بصوا وخلي بالي طبعا انا لسه ما فصلتش الورك، وانتوا طبعا شفتوا انا ازاي فصلت الورك اهو. نقلبها بس كده عشان تطلع اهي. الفرخه بتاعتي اهي بقت عندي مخليه، ما فاضلش الا الورك. هنزل كده بصوا اهو الفخذ بتاعي كده كده، وانزل من تحت اهو. ادي طلعت. افسخ كل العظم ده انزل اهو. طبعا انا عملت المره دي عشان تشوفوا انا عملت من هنا ازاي، عملت من قدام مش من هنا، بداتها من عند الفخذ عشان تعرفوا برضو انها ازاي هنا بتيجي برضو من الفخذ. حابين تمشوا كده امشوا اهي. بطلع وانزل اهو واسلك طلعت معايا بالدبوس بالمنظر اللي انتوا شايفينه. ادي الفخذ. انزل تاني بالورك بتاعنا اهو. عملت من ناحيتين، مره بدات بالدبوسه والمره التانيه بدات من الفخذ عشان تعرفوا الطريقه اللي تريحكم تطلعوا بيها الدبوسه بتاعتكم او الفخذ بتاعكم. الطريقه دي او دي الاتنين اسهل من بعض اهو. هننزل تحت ونشد من المنظر ده اهو. بصوا ما سبتش اي حاجه اهي طلعت معايا. هننزل كده وما ننساش العظمه الرفيعه بتاعتنا عشان سناننا ما تاذيناش واحنا بناكل الفرخه عندي وهي مشويه بالشكل ده اهي. اسلك وبعدين اقطع او اشدها زي ما انا قلت كده بالطريقه دي اهي. عظمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونشد الكيس كل شويه بتاعنا عشان مفيش اي حاجه تيجي شمال او يمين ونضطر ان احنا نتاذي من الميكروبات اهو. نسيب كده ده اهو ورا العظمه على طول ننزل ورا العظمه. هنا بيبقى فيه لحم كتير. ودي برضو اهي ننزل عليها نشد كده اهي. بصوا شايفين، انا عايزه بس اوريكم العظمه هنا، عايزه اوريها لكم وانا بخليها. شايفينها اهي، شايفين دي عظمه ما بمشيش ولا اي لحم، مفيش اي حاجه هدرتها، مفيش حاجه هدرناها. فرخه كده طالعه كامله مكمله. شايفين منظر. اقطعها بقى ونبتدي اهو نعملها. عندي نشيل الزور بتاعنا كده، كل ده هنستعمله. وادي فرختي اهي نقلب. اوكي
وبكده نكون خلينا الفرخه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وما احتاجناش خالص للشيف بتاع الفراخ، عملنا حاجتنا بنفسنا. طبعا زي ما انا قلت نعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه عشان نتعلم، لان في الاعاده الافاده. وكمان بقى بعد ما خلصنا كده خلاص هعمل لكم كمان كام فيديو كده حلوين ان شاء الله يعجبوكم، نعمل ايه بالفراخ المخليه من العظم. واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.